السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في أسرار عالم الرخام والجرانيت. كل عام وانتم بخير. النهاردة 13 رمضان سنة 2023. الكوارتز اللي قدامنا ده رمادي، مواصفات أسباني ولكن مصنوع في الهند وجاي من الهند. يعني ايه مواصفات أسباني؟ يعني صلب لدرجة ان المسمار الصلب الحامي ما بيخربش فيه، بيعمل علامة سوداء وتغسلها تطلع. المطبخ ده احنا عاملينه حرفين حرف ال كبير من بره، وحرف ال تاني اللي قدامنا ده من جوه. وكل المطبخ ده ما فيهوش غير فاصل واحد بس بين الحرف ال اللي جوه وبين الحرف ال اللي بره. الفاصل اللي هو يعني بين الحوض كده وبين الحيطة. وطبعا الفاصل احنا بنقفله كويس وبنلمعه برضو علشان ما يبقاش باين قوي. والحوض بتاع المطبخ ده راكب من تحت. هنوريكم صورة تقفيل الحوض من تحت برضو، عشان في ناس بتخاف من التركيب الحوض من تحت، لأن الصنايعية بيحاولوا يبعدوا عن فكرة تركيب الحوض من تحت، لأنه بيبقى صعب عليهم شوية. أما احنا بالنسبة لنا الحمد لله يعني بيبقى عادي جدا، وبنفتحه فتحة مظبوطة وبنركبه من تحت. هنشوف رأي العميل صاحب المطبخ الدكتور محمود، هيقول لنا رأيه. وهو بصراحة هو اللي صور الفيديو ده بعد احنا ما شطبنا ومشينا، وبعته لي على الواتساب. فنشوف كده رأيه، وهنوريكم بعد كده الحوض من تحت راكب ازاي ومتقفل ازاي. السلام عليكم. ده كوارتز من تنفيذ الشيخ خالد. انا اللي بصور المطبخ بنفسي، ده مطبخي. انا اسمي محمود. انا بشكر الشيخ خالد طبعا على الكوارتز اللي هو عامله. الله ينور. انا بصور لكم كده كل التفاصيل الموجودة عندي. مفيش تقريبا فواصل كتير في الكوارتز. الفتحات مظبوطة. الناس النهاردة قعدت من الساعة تقريبا 9 لحد دلوقتي اللي هي تقريبا الساعة 4:30 5. طلعوه بشكل جميل، ودي الصورة كده من بعيد. بتمنى له طبعا التوفيق في أي شغل جاي، وبرشحه طبعا لأي حد بمستوى الشغل اللي هو بيعمله. شكرا يا شيخ خالد، وربنا يكرمك. شكرا يا دكتور، وألف مبروك ليكم. الوقت انا هعرض لكم الحوض من تحت راكب ازاي ومتقفل ازاي. بفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، وتابعوا الفيديو للآخر. ده كده الحوض وهو راكب من تحت. التخانات اللي حواليه دي راكبة فوق الشفة بتاعة الحوض، الحوض واخد سيليكون عظم. الكلام ده انا عامله في فيديوهات قبل كده وانا بركب وبفتح الحوض، وكل التفاصيل دي موجودة. ومتين جدا لان الرخام هيركب على الخشب، وهيبقى الحوض والرخام كله متشال فوق الخشب، فما فيش منه اي خوف. بس المهم ان هو ياخد كله كتير وياخد سيليكون كتير بين الحوض وبين الرخامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.